شوف كل الجماهير سابوا كل النجوم قاعدين يحيوا مين؟ قاعدين يحيوا حبيب نور محمدوف، رغم انه معتزل، انه ماخذ كل الاضواء من كل النجوم اللي موجودين. طبعا اليوم عمر لعب واحد من اهم مباريات حياته، لانه دانا وايت قال له اعطيني قتال عليه الكلام واعطيك فرصة على اللقب. للامانة عمر ما قصر، لكن لاحظنا وكلنا لاحظنا يا اخوان عمر كيف لياقته لازم تتحسن. عمر هنا صرح قال انا ماني عارف حبيب كيف كان قادر يسوي كل دي الاشياء لدرجة اني انا اشوف نفسي هاوي قدام حبيب، وقال انا ححاول اكون زيه، لكن للامانة مرة صعب. للامانة من عندي منشية تبغاني العب عليك واقول لك عمر يقدر يجلد ميراب؟ للامانة يا اخوان انا اشوف عمر الى الان ما يقدر يجلد ميراب. اذا 3 جولات وتعب زي كذا يا اخوان، مو قادر ياخذ نفس عشان يصرح اصلا، فتخيل انه يلعب ضد الماكينة ميراب 5 جولات. والله صعب عليك ميراب يا عمر الى الان. فاذا تبى تشوف عمر بطل هي حلين، يا انه يحسن الكارديو حقه حبيب يخليه يطلع جبال داغستان نازل طالع، ولا انه ميراب يعتزل عشان تشوف عمر بطل. غير كذا انه عمر بطل في فترة ميراب، معليش انا يا خويي ما اقدر اجاملك اقول لك ايوه، لانه ميراب الى الان ترى حيلتهم عمر. صح خصم عمر باتيستا ده كان مرة قوي، وعمر الصراحة اداء مرة حلو، لكن مو اداء لسه يأهل انه يواجه ميراب. مشكلة عمر يا اخوان مو بس في النفس، في توزيع النفس، يعني تحس طول الجولات كاتم نفسه وما ادري كيف ما يوزع نفسه على الجولات. لكن ترفع له القبعة يا اخوان، اخذ ضربة قاضية تقريبا وقام منها، ولا مو بس قام منها وطيح باتيستا، فهذه تحسب له. يعني الآدمي قلبه شجاع وأداء رائع، لكن إنه يطلع لميراب لسه يحس بدري. السبب اللي للأمانة تخلي كل الناس متعلقة في عمر إنهم نفسهم يشوفوا حبيب جديد، هذا السبب الحقيقي. إذا أنت متأمل إنك تشوف حبيب عن طريق عمر، هو نفسه يقول لك أنا يا أبوي ماني حبيب، أنا ما أقدر أكون حبيب. ما عنده رئة حبيب يا اخوان، والله ما عنده رئة حبيب، ما عنده كاريزما حبيب، ما عنده فك حبيب، ما عنده قدرات حبيب. هو كويس وكل شيء بس هو مو حبيب. اعطينا رايك يا خوي عن قتال عمر، فولو لايك، والسلام عليكم.